يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد علينا وعليكم يا رب. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لايك لو عجبك الفيديو وتشتركي في القناة، ولو كنت مش مفعلة زر الجرس دوسي عليه عشان يوصلك اي فيديو انا بنزله. النهاردة يومنا الحمد لله كان طويل شوية، انجزنا فيه حاجات كتير، يا رب اليوم يعجبكم. بدأت يومي كده، نزلت المحل، كنت محتاجة اعمل برميل دوني، لان زي ما قلت لكم انا عندي محل منظفات، فكان الدوني خلصان وحبيت اعمل برميل. هقولك دلوقتي المقادير او المكونات اللي تعمل لك برميل 60 لتر، وممكن انت تخفضيها وتعمليه في البيت بقى على حسب رغبتك. ال60 لتر ميه بيتحط عليهم نص كيلو عجينة سوفت اللي هي بتاعة الدوني، وبتحطي حوالي 100 جرام فورمالين و80 جرام ريحة زيتية. بنحط الفورمالين ليلة كاملة في المية، وتاني يوم بنبتدي ننزل بالسوفت سرسوب صغير كده ونقلب، وبعد ما القوام يتقل معانا خالص بنضيف الريحة الزيتية. طلعت بقى بعد ما خلصت الدوني، كنت عامله جبنه قريش، ان شاء الله هتنزل لكم الفيديو اللي جاي بالتفصيل ازاي تعملي جبنه قريش في البيت وتعملي زبده وتستفيدي من اللبن ومن خير الشتاء، وما تشتروش من بره وتوفري، لان الاسعار طبعا بتاعتهم بقت يعني غاليه زياده عن اللزوم. فكنت انا مخلصه بقى الجبنه يعني، كنت خلاص هحطها في الحصيره، زي ما قلت لك التفاصيل كلها هتبقى في الفيديو اللي جاي. فحطيت الحصيرة بتاعتي كده، دي تقريبا مش عارفة الحصيرة دي طولها متر او 80، هي مخصصة للجبنة، يعني مخصصة كده لعمايل الجبنة بس. فحطيت كده اللبن بتاعي بعد ما راب وسخنته شوية في الفرن، فردتها بقى علشان اسيبها تتصفى وهكمل بقية اليوم. ففردتها في الحصيرة كده، وهحط عليها شوية ملح عشان تبتدي تصفي ميتها، وهسيبها في الحصيرة حوالي كده ايه يعني 3 ساعات 4 ساعات، على حسب ما هلاقيها ايه بطلت تنزل مية وتكون اتصفت كويس. بعد كده سبتها تتصفى، وبدأت بقى نعمل الغدا بتاعنا. النهاردة كنت هعمل صينية كفتة، انا بحبها جدا، من احلى الصواني القريبة لقلبي، سواء في طعمها او في عمايلها، لانها ما بتحتاجش مجهود كتير. حطيت هنا بصلاية واحدة، وقرن فلفل حامي، وقرن فلفل رومي، وتلت كوباية برغل كنت نقعاه في مية سخنة ربع ساعة، وصفيته كويس قوي من المية، وحطيته ضربته في الكبة مع البصل والفلفل لحد ما نعم، ونزلت عليهم بنص كيلو لحمة مفرومة، وهخليهم يندمجوا كويس قوي ويتسمغوا في الكبة مع بعض. بعد كده هجيب 3 بصلات هقطعهم شرايح كده، وطماطم وفلفل رومي وفلفل حامي برضو هقطعه كله كده شرايح في الصينية بحيث ان انا اعمل لها فرشة كده، ويبقى ليها صوص، ويبقى فيها يعني حاجة تتغمس تتاكل بعيش، هتعملي جنب منها شوية رز ابيض، احنا بصراحة بنحبها بالعيش اكتر. فزي ما قلتلك خرجت كل الخضار اللي قلتلك عليه، احط عليه مكعب مرق، معلقتين او معلقة 7 بهارات، والملح بتاعك هتظبطيه زي ما بتحبيه، وهدعك الخلطة دي كويس بايدي، وبعدين هبتدي انزل عليها بالكفتة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين لازم تدعكي الخضار ده كويس قوي، بحيث ان البصل والقوطه ينزلوا ميتهم، فلما يتحطوا على البوتاجاز مع الكفته الكفته تستوي في قلب الميه بتاعتهم، دي هتبقى تحفه جدا. دلوقتي بقى هحط الكفته بتاعتي وهبتدي اصبعها. انا هعملها النهارده
كرات كده، يعني مش هعملها صوابع. برضو بحط على الكفتة بتاعتي البهارات، ملح والسبع بهارات وفلفل اسود او فلفل ابيض اللي انت بتحبيه، وهديها برضو دعكتين كده بعد ايه، بعد ما نزلتها من الكب. تمام. ما تنسوش يا جماعة لو وصلتوا لهنا من الفيديو تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا مش مشتركين. اسيبكم انا مع تصبيع الكفتة شوية كده. طبعا انا بسوي الكفتة الصينية دي بسويها كلها تسوية كاملة على البوتاجاز. يعني بعد ما بخلصها كلها بحطها على عين البوتاجاز مش في الفرن، لو انت حابة تحطيها في الفرن برضو الامر يرجعلك، بس انا ما بحطهاش غير في اخر لما بتستوي خالص، في الاخر بحطها بس على الشواية ان هي تاخد وش تحمير من فوق وبس. يعني ما انما في الفرن بحس ان هي بتقعد مدة اطول. بعد ما خلصت بقى بحط كده حوالي معلقتين زيت، لان الدهون اللي في اللحمة يعني مش كتير. بس وده المنظر بقى بعد ما طلعت من الفرن. قعدنا واتغدينا وكانت ما شاء الله صينية زي العسل بجد. يعني الكفتة كده في الخلطة ديت يمكن احلى من الكفتة المشوية كمان في رأيي. يعني لو حابة تحطي مثلا حبة فحمية وتولعيها وتكتمي عشان تديكي ريحة الشوي مفيش مشكلة. بعد كده بقى نزلت، كنت طبعا الفراخ بتاعتي كانت كبرت على الصندوق اللي هي متحضنة فيه، وكان لازم انقلهم في مكان اوسع. فنزلت بقى كده المكان اللي انا بربي فيه ده، ده مطبخ، يعني ده مطبخ في شقة فاضية. فشلت طبعا، كانت لسه النشارة بتاعت الدورة اللي فاتت كانت موجودة، شلناها. ودلوقتي بقى بعقم المكان، بحط في المية اللي انا همسح بيها حوالي نص لتر من الديتول وكلور، لو في كلور كمان ساعات بحط. المرة دي حطيت ديتول بس، وبمسح بقى المكان كله. انا دلوقتي ببل بس يعني ببل المكان، لان في حتت زي ما انتوا شايفين كده لازقة في البلاط ما رضيتش تطلع بالكنيس العادي. فطبعا لازم ان انا اخلي المكان كله زي الفل ومتعقم عشان الدورة الجديدة ما يبقاش فيها مشاكل ان شاء الله. فانا دلوقتي باخد مية كده من الشرشوبة وبحاول ابل بس المكان كده يعني يتنقع شوية عشان الحاجات اللازقة ديت تفك. آه، طبعا انا بقى بصور بايد، يعني ماسكه التليفون بايد وبمسح ماسكه الشرشوبه بايد، فمش متحكمه خالص في الشرشوبه. بس انا حبيت اوصل لكم الفكره ان انا بعمل ايه في الاول. يعني شايفين انا ببل كل المكان ببله، وبرجع بعد كده اروح لاول مكان انا بليته وابتدي بقى ايه امسح. بتكون الايه الحاجات دي باشت فبتطلع معايا بسهوله. فكده بعد ما الارض مسحتها ببتدي بقى برضو ان دي مرحله تانية من التعقيم بتاعه المكان. جايبة شكارة جير مطفي، دي بتطهر المكان من اي بقى امراض كانت فيه من الدورة الاولانية، من اي مشاكل كانت بتعاني منها الطيور في الدورة الاولانية. بتخلي لك المكان نظيف وبتخلي الفراخ ان شاء الله باذن الله ما يصيبهاش اي حاجة كانت موجودة في الدورة اللي قبلها. الجير المطفي ده بتجيبيه من عند اي محل موان اللي هو بيبيع البويات والحاجات بتاعة الدهانات، بيكون عنده الشكارة دي تقريبا ب10 جنيه. فبعد بقى ما بعقم كده بالديتول والكلور، بروح بقى فرشة الجير المطفي في كل الأرضية اللي أنا هنقل فيها. وساعات كمان يعني يستحسن ان انت لما كمان تعقمي بالديتول تيجي على الحتة اللي تحت في الحيطة في الآخر كده، لأن ساعات هما بينقروا فيها برضو تبليها كده بالمية بديتول، بحيث ان المكان كله عندك اي مكان هينقر فيه الكتكوت او الفرخة يبقى متعقم ما فيهوش حاجة ايه من مكان الدورة اللي فاتت. كده كنت خلصت بقى الجير، طبقة الجير اللي انا حطيتها. دلوقتي هحط بقى طبقة النشارة. طبقة النشارة لازم تكون سميكة، يعني تبقى فاصلة الارض عن الكتكوت او عن الفرخة، بحيث ان لان الدنيا شتاء الجو صعب والجو ساقعة، فالكتكوت محتاج ان هو يتدفى، خاصة انه المكان اللي كان متحضن فيه دافي وكان ضيق عليهم ومحبك.
فلازم تنقليهم في جو زيه. فطبعا انا كنت قدت كمان اللمض وانا اللمبات ديت قدتها وانا بمسح، بحيث ان هي تحقق درجة حرارة على ما اخلص وانقلهم. انا حاطه هنا لمبتين، لمبة 200 ولمبة 100، بس اللمبة ال100 وانا بحط الفيشة راحت اتحرقت. هنا بوريك ان المكان لازم يكون فيه تهوية كويسة، مش معنى ان انا عايزة ادفيهم ان انا ابقى كاتمة الدنيا، لا، انا بوريك انه في شباك مفتوح فوق اهو، وبس في نفس الوقت يبقى في زي ما في تهوية يبقى في تدفئة تعادلي درجة الحرارة. طبعا انا غيرت اللمبة المحروقة ديت وركبتها وكده، حط لهم اللمبتين. حطيت لهم بقى، نقلت لهم الاكل والمية، وحطيت لهم مضاد السموم، ده اسمه ميكسونار. بحطه لهم يومين في الاسبوع، مثلا سبت واربع، اتنين وخميس، اي يومين